استغرق في وحل المقاومة الجزائرية 104 سنوات، من 1830 من سيدي فرج إلى 1934 بتندوف. إذن فمن سيدي فرج إلى تندوف مسافة 104 سنوات من الإجرام ومن الاحتلال. استعمل فيها المحتل كل ما لم نشاهده إلى الآن، كل ما نشاهده إلى الآن. بدأ بتجريف القبور، بدأ في تجريف القبور في 1830، في أكتوبر 1830 بدأ بتجريف القبور ونقل الهياكل العظمية، وهذه الهياكل العظمية التي نقلت إلى مارسيليا، وكانت هذه البعثات الأولى من أجل إيجاد ما يعرف بالفحم الحيواني لتبييض مادة السكر. ولذلك نجد أن هذه العملية استمرت طيلة القرن التاسع عشر، حتى أصدر فيها الأمير عبد القادر فتوى بأن حرم السكر الذي يأتي من فرنسا بأنه من عظام البشر الجزائري. ثانيا أن قطع الرؤوس لم نشهدها في تاريخ البشرية. قطع الرؤوس 18,000 رأس جمجمة قطعت، من يعني أكثر من 80% منها من الجزائريين هي بمتحف الإنسان، وقفت عليها شخصيا. هنا هذه الرؤوس من يقطعها؟ من يوصل هذه الرؤوس إلى هناك؟ أليس هذا إنسان ليس له دم وليس له عقل وليس له فكر وليست له أخلاق؟ إذن أيها السادة، هذا هو الاستثمار الفرنسي. كذلك انتزع الهوية، انتزع اللسان إلى غاية احتفالياته بالقرن. ماذا قال في احتفالياته بالقرن؟ خاطب بعد أن خاطب بابا الفاتيكان في تونس في قداس، وقال إننا نصلي لفرنسا التي عوضتنا بالجزائر من الأندلس لأن نكون في الجزائر إلى الأبد. وقال رئيس الدولة الفرنسية في زيارته للجزائر في ماي 1830، قال إنما نحتفل بهذا البلد لتشييع جنازة الإسلام منه إلى الأبد. ولذلك أيها الإخوة، هل شيعت جنازة الإسلام من هذا البلد؟ هل أقيمت الحضارة الأوروبية في هذا البلد؟ وإنما الشعوب التي تحتفظ بثالوثها، بإسلامها وبوطنها وبلسانها هي شعوب لا تهزم.